بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله خير الاسماء، بسم الله قبل اي ابتداء، بسم الله الذي جعل لكل داء دواء، بسم الله الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى مأدبة القرآن الكريم الذي قال على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا لكي نشرح صدورنا ونزكي نفوسنا، ومعجزة الهادي البشير ألا هو القرآن الكريم. نعيش سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة، وفي هذه الليلة القرآنية المباركة العطرة التي جئنا فيها مشاركة للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بفقيدة عائلات السيد علي البجلاتي بمترومي، حرم المرحوم الحاج محمود السيد علي البجلاتي، ووالدة الأستاذ مصباح محمود السيد علي البجلاتي، والمرحوم الأستاذ محمد محمود السيد علي البجلاتي، والأستاذ عبد محمود السيد علي البجلاتي، وحماة الحاج رزق الباشا، وقريبة عائلات الشوراوي والعشناوي والشرقاوي، وعائلات المرحوم الحاج عبد الهادي ابو سعد المترومي. دعينا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وان يلهم اهلها وزويها الصبر والسلوان يا رب العالمين. وقد شرف المكان بعلم من اعلام دولة التلاوة، فخر قراء محافظة البقالية، سفير من سفراء القرآن الكريم في جميع الدول الاسلامية، نبت القرآن من بيت القرآن، وابن الازهر الشريف سديد الجامعة السعيدة جامعة الحاج سيد سعيد شفاه الله وعافاه، وقارئ قناة مديح النبي صلى الله عليه وسلم الفضائية، فضيلة القارئ حاج يوسف بدي، قارئ اذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي كله، مقيم بهذا البلد الطيب اهله. ندعو الله تبارك وتعالى لقارئنا بالتجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، لا ولي ذلك القادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون والحافظون لحدود الله وبشر بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون
يا رب. وبشر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ما وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم لأواه حليم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وما كان
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم إنه بهم رءوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم
الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة والتي أمتع بها القلوب. ذلكم العلم القرآني المعروف فخر قراء محافظة البقالية، سفير من سفراء القرآن الكريم في جميع الدول الإسلامية، نبت القرآن من بيت القرآن وابن الأزهر الشريف وسليل الجامعة السعيدة جامعة الحاج السيد سعيد شفاه الله وعافاه، وقارئ قناة مديح النبي صلى الله عليه وسلم الفضائية، فضيلة القارئ حاج يوسف بدي قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، مقيم بمركز ومدينة دكرم الزقالية، نقلت على أقوى الإذاعات المحلية، متنقلة عبر أنحاء الجمهورية من داخل الشركة العالمية لأعمال الإنارة الحديثة ومحطات الديزل الكبرى، متنقلة عبر أنحاء الجمهورية تحت إدارة الحاج سمير الغندور وأولاده، مقيمين بمترومي مركز ومدينة دكرم الزقالية. كل هذا وذاك تحت إدارة المهندس وائل سمير الغندور، تصوير التلفزيوني والبث المباشر، إطلاق التصوير ومخرج الروائع، مهندس مصطفى حسين، قصة الفقيدة الراحلة فقيدة عائلات السيد علي البجلاتي بمترومي، يتوجهون بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى ليؤدي واجب العزاء. أخي المعز الكريم، شكر الله سعيك وغفر الله ذنبك وسبحان من له الدواء.